ازيكم النهارده هنتكلم عن الاس اي 4 اللي اعلنت عليه في شركه ابل، او لسه هتعلن عليه بشكل رسمي في مؤتمر 19 فبراير من سنه 2025 اللي هي السنه دي. الاربعاء القادم باذن الله هيتم الاعلان عن الايفون الجديد اللي هو الاس اي 4. ويلا بينا نشوف باقي مواصفاته. اول حاجه الجهاز بيجي بكاميرا خلفيه في الظهر، كاميرا واحده بس، تيجي بدقه 48 ميجا بكسل زيها زي الايفون 15 العادي. ودي كاميرا رهيبة لأنها هتديك دقة تصوير 4K في الفيديو، وهتديك بورتريه اوبتيكال زوم 2x. صور بورتريه هتاخدها من الايفون اس اي 4 رهيبة جدا، مستحيل تاخدها من اي تليفون فئته السعرية تاني، لأن شركة ابل معروفة بجودة كاميراتها. وانت في السعر بتاع التليفون دي تاخد كاميرا بنفس دقة الايفون 15 العادي، ده شيء رهيب من شركة ابل غير المعودان عليه. وناجي للكاميرا الأمامية اللي بتيجي بدقة 12 ميجا بكسل، ودي كاميرا رهيبة برضه من شركة أبل، ولكن احنا كنا نتمنى أنها تيجي بدقة 48 ميجا بكسل أو 50 ميجا بكسل زي الشركات التانية، لأن شركة أبل معروفة بدقة كاميراتها الصغيرة، لكن الجودة بتبقى عالية جدا صراحة. وعندك تاني جزئية في التليفون الإطار والتصميم. التصميم بيجي من الخلف زي ما قلنا كاميرا خلفية بس، وبيجي الإطار من الألمنيوم بالكامل زي ما متعودين من شركة أبل، وبيجي الظهر من القزاز لأنه بيدعم الماك سيف شحن لاسلكي للأسف برضه 15 واط، وبيدعم شحن سلكي للأسف برضه 20 واط أو 25 واط زي ما نحن متعودين من شركة أبل على سرعة الشحن القليلة جدا دي. والتلفون تالت حاجة بيجي بيها في التصميم الشاشة اتحسنت جدا عن الجيل اللي فات اللي هو ايفون اس اي 3 لسنة 2022. بدل ما كان في بيزل كبيرة على حواف الشاشة كان في بيزل من فوق وتحت، البيزل دي اتلغت وبيجي فيس اي دي بدل تاتش اي دي. في الاس اي 3 كان السنة 2022 كانت تاتش اي دي، ولكن في الاس اي 4 لسنة 2025 هيجي بالفيس اي دي. ده شيء ممتاز لانه عمل على تحديث الشاشة وجاب بحجم اكبر، بدل 4.7 انش جاب ب 6.1 انش بجيل 2025 اللي هو ايفون اس اي 4. وده شيء رهيب جدا لان هيعطي مساحه للناس اللي هي عايز تبدا مع شركه ابل وهي غير قادره انها تدفع المبالغ الضخمه اللي هي 50,000 او 60,000 مع الايفونات العاديه الرقم اللي هو ال 15 او ال 16 الجديد. لكن مع الهاتف الاس اي 4 ده هيبقى مع شركه ابل هاتف اس اي 4 بسعر اقتصادي يعتبر عند شركه ابل، واللي هنتكلم عليه في اخر الفيديو. بس يا ريت تكمل الفيديو الاخر عشان في مميزات تانية هنقولها. ونيجي للجزئية الرابعة في التلفون، ألا وهو المعالج. المعالج بيجي نفس المعالج الله بيجي نفس المعالج اللي في الايفون 16 العادي اللي هو اي 18. وده بيوحي ان الايفون اس اي 4 هيجي بمميزات ذكاء اصطناعي كاملة، لانه بيجي بالمعالج الاي 18 زي ما قلنا زي الموجود في الاس 16. وده هاتف مبني على الذكاء الاصطناعي من شركة ابل زي ما هنشوف شوية قدام، لانه بيجي 8 جيجا رام والمعالج الاي 18. يبقى هو داعم كده لمميزات الذكاء الاصطناعي كاملة، على الرغم انه بيجي فئة سعرية صغيرة اصغر من فئة السعرية ايفون 15، ولكنه بيدعم ميزات الذكاء الاصطناعي. للاسف الايفون 15 والايفون 15 بلس ما بيدعموش الذكاء الاصطناعي وهم اغلى منه. انت لو حابب جزئية الذكاء الاصطناعي دي ممكن تروح للاس اي 4 وما تروحش لل 15 العادي. وده مش امر جدا ضروري يعني انك تغير من تليفون لتليفون، لانه لسه ما دعمش اللغه العربيه بشكل كامل. هو لحد الان سير ما تدعمش اللغه العربيه بشكل كامل الذكاء الاصطناعي، ولكن يدعم لغات اخرى. اذا كنت انت بتتحدث انجليزيه بطلاقه ممكن تجيبه لو انت عايز الذكاء الاصطناعي في ارخص تليفون من شركه ابل. هو الاس اي 4 ممكن تبدا بيه لو واحد عايز يبدا محتوى على السوشيال ميديا، ممكن يبدا بالاس اي 4 زي ما قلنا لانه هيكون ارخص هاتف من شركه ابل، يدعم مميزات الذكاء الاصطناعي ودقه كاميرا رهيبه 48 ميجا بكسل على عكس الايفونات القديمه اللي هو 12 ميجا بكسل في الايفون 13 العادي ولا 14 العادي. للأسف تجي بدقة 12 ميجا بكسل، ولكن في الاس اي 4 أفضل بمراحل تيجي بدقة 48 ميجا بكسل. ونجي لجزئية الأسعار. الأسعار بيبدأ عندك النسخة البيزك بتبدأ من 499 دولار أمريكي، وده شيء ممتاز في التسعير، وده أول مرة نشوفه من شركة أبل تنزل لك هاتف بالمواصفات دي وفي الفئة السعرية دي.
ولكن هي قبل كل سنتين ثلاثة بتنزل هاتف فئة اقتصادية أو فان إديشن لنسخة المعجبين، تبقى نسخة أقل من الايفونات الرقم، ولكن بتقدم قيمه مقابل السعر بشكل رهيب. والناس اللي عايز تبدا محتوى على السوشيال ميديا زي ما قلنا ممكن تبدا بيه. هتيجي تسالني هتقول مين اللي يجيب الايفون ده يا عبد الله؟ هقول لك اللي يجيب الايفون ده يكون واحد معاه ايفون اكس ار او اس ماكس او ايفون 8 بلس، والايفونات دي قديمه جدا وعايز يجدد ويحس بفرق، ممكن يجيب الايفون اس اي 4 عادي. ولكن تقول لي واحد جاي من فئه متوسطه عليا او فلاج شيب في اندرويد ويجيب الاس اي 4، ما انصحوش بذلك، لانه هيكون جاي من 120 هرتز، وده للاسف هنتكلم فيه جزئيه العيوب ان التليفون لسه بيجي بال 60 هرتز في تردد الشاشه. والشاشه الان حصل عليها تحديث بتيجي من نوع سوبر امول بدل ال سي دي. في الجيل اللي فات اللي هو ايفون اس اي 3 كانت الشاشه ال سي دي، ولكن في الاس اي 4 بتهيجي بدقه ال 4K زي ما قلنا في السوبر اموليد. ومن العيوب اللي احنا قلنا عليها بتدعم 60 هرتز مش 120 هرتز، وده لو انت جاي من فئة متوسطة او فلاج شيب ما ينفعش تجيبه، لانك هتحس بفرق في الريفريش ريت، لان انت بتقلب هتبقى 60 من 120 فرق واضح انت هتحس بيه. وجزئية الأسعار زي ما قلنا نازل في جزئية مهمة جدا، ممكن يغطي على تليفونات كتير وهيحقق أكبر مبيعات لشركة أبل، لأن اللي كان محقق أكبر مبيعات لشركة أبل لحد الآن هم الأيفون إكس آر والأيفون 11 العادي. ولكن هترجع للفيديو ده بعدين وهقول عبد الله قال إن الأيفون اس اي 4 هيحقق أكبر مبيعات عند شركة أبل، خاصة بعض الضرائب اللي نزلت على التليفونات الفلاكشيب من شركة أبل اللي هو 16 وال 15 وكل التليفونات. كل الناس هتتجه إنها تجيب الاس اي 4. وده كله اللي كنا عايزين نقوله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.